أهلا بكم مرة تانية يا أبطال ثانوية عامة 2024 في حل مادة الفيزياء. الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن أنواع مسائل الفيزياء اللي هتقابلك في آخر السنة، واتكلمنا عن أنواع التعويضات المباشر، المجهولين، مسائل المقارنات، الرسم البياني، وهكذا. كل ده هتقدروا تلاقوه في الفيديو اللي فات على طول. ادينا أمثلة برضو عن يعني إيه تعويض مباشر، يعني إيه مجهولين، يعني إيه مسائل المقارنات. كل ده عملناه في الفيديو اللي فات. النهاردة هنتطرق لأول موضوع معانا، وهو أسئلة التعويض المباشر، أو اللي بيخصني بيها لما يكون عايز يسألني في قانون معين، في حفظ للقانون، في طريقة تطبيق للقانون، فإن أنا هعرف أستخدم القانون ده ولا لأ. فهي دي أنواع المسائل اللي بيسأل فيها أو بيدور عليها الممتحن بالشكل ده في آخر السنة. تعالوا نعرف إيه هي المهارات اللي مطلوبة مني أنا قبل ما أساسا أقدر أحل المسألة دي. لازم يكون عندي هذه المهارات. أول مهارة يا بطل، ركز معايا كده كويس، هتبقى مهارة ان انا احفظ التعريف بتاع الكميات الفيزيائية. ده لازم تحفظه صم. يعني مثلا لازم تعرف ان شدة التيار هي كمية الشحنة الكهربية المرة خلال مقطع من موصل في زمن قدره كذا كذا كذا. ليه انا لازم اعرف الكلام ده؟ علشان ببساطة هيجي لي يقول لي كمية الشحنة الكهربية المرة في موصل خلال زمن قدره 2 ثانية. احسب مثلا وليكن شدة التيار. يبقى أنا عرفت إن كمية الشحنة الكهربية بتساوي كيو، أو بعوض عنها بالرمز كيو. شدة التيار بعوض عنها بالرمز اي، الزمن بالثانية بعوض عنه بالرمز تي، وهكذا. فادي اول مهارة لازم تكون عندي، وهي تعريفات الكميات الفيزيائية. تاني حاجة التحويلات للوحدات الدولية، اللي هي ببساطة من مليمتر، من مليمتر مثلا، او ملي امبير، من مايكرو امبير، من سنتي، من وهكذا. كل الوحدات دي ازاي احول واضرب في 10 اس كام. خلينا نقول 10 اس سالب مبدئيا، لو احنا نحول من صغير لكبير. لكن لو مثلا كيلو او دي سي، ودي نادرا ما بتيجي، ولكن لو جت بنضرب في 10 اس موجب. بنخش بعد كده عندك على ثالث مهارة، وهي كتابة المعطيات في المسودة. بص، لو طلعت مني بس من كل الفيديوهات اللي انا هعملها ان شاء الله بانك تعرف تتعود على مصطلح المسودة، فانا كافي جدا ومش عايز منك اي حاجة تاني. المسودة هي مجرد خط كده، وبكتب فيها بعد كده كل البيانات، وليكن مثلا الاي بتساوي كذا امبير، ان الار مثلا وليكن بتساوي 5 اوم، فرق الجهد اللي هي الفي بتساوي مثلا وليكن 12 فولت. فبعد كده بتبدأ انك تعوض من المسودة بتاعتك دي في المسألة بعدين. ودي الطريقة اللي انا بفضلها، هي طريقة المسودة. لو انت فعلا عايز تطلع مني بأي استفادة، اطلع مني بانك ازاي تعرف تتعلم المسودة، وهنتعلم وهناخد امثلة عليها، وكل مسألة ان شاء الله هنحلها بالمسودة. طبعا خامس مهارة، ودي أكيد لا غنى عنها، وهي حفظ كتابة القانون. وآخر حاجة مراجعات أساسيات رياضية زي طرفين في وسطين. اللي أنا أقصده في مراجعة أساسيات رياضية، يعني مثلا لو أنا جاب لي قانون اللي هو الفي تساوي أي في آر وعايز يختبرني فيه، ممكن يقول لي أنا عايز الأي. فأنا طريقتي اللي بفضلها إن أنا أكتب الأي في كفة وتساوي، وأروح قاسم الفي على الآر. طبعا الكلام ده بالنسبة لك هيبقى تافه أوي، ولكن في ناس يا بطل للأسف ما بتقدرش يبقى عندها نفس الخلفية الرياضية بتاعتك. أنا عارفك شاطر، ولكن اللي محتاج يراجع ده هيلاقي عندي فيديو براجع فيه الاساسيات الرياضيه، وازاي تقدر انك تشقلب قانون، بدل ما تحفظ قانون للرؤي، قانون لل مثلا لطول السلك، قانون للايه، قانون للار. بدل ما تحفظ 4 قوانين، يبقى انت بتحفظ قانون واحد اللي هو الار بتساوي رؤي في ال على ايه. وبعد كده بتقدر تشقلب القانون براحتك. فلو انت عايز تعرف هذه المهاره، تقدر ترجع لها في الفيديوهات اللي فاتت. طيب دي المهارات، ايه هي الخطوات؟ احل ازاي؟ اول حاجه هعملها طبعا يا بطل، ركز معايا كويس قوي 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 في طريقه الحل دي. اول حاجه يا بطل هنقول ان احنا هنحول الرمز، الكلام النظري سوري، لرمز منطقي جدا وجميل جدا. واكيد انت طبعا معايا في هذا الموضوع. يعني مثلا قال لك شده التيار فتكتب اي، قال لك مثلا مقاومه تروح كاتب ار، فرق الجهد تروح كاتب في، هتروح كاتب لي مثلا طول السلك ايه، مساحه مقطعه ال سوري، طول السلك مساحه المقطع تبقى ايه، وهكذا. فدي المهاره الاولى او الخطوه الاولى، انك تكتب الرموز جوه المساله النظريه. تاني حاجه التحويل الى الوحدات الدوليه، ودي اتكلمنا عنها في المهارات اللي انت محتاجها. دي تاني خطوة. تالت خطوة بقى المسودة. لازم المسودة تعملها تالت خطوة. بعد كده تكتب بعد كده قانون واحد بيجمع كل المعطيات اللي عندك في المسودة. يعني مثلا أنا معطياتي في المسودة أي شدة التيار، والآر اللي هي المقاومة. يبقى إيه القانون اللي بيجمعهم؟ الفي تساوي أي في آر. هو ده معنى كلمة إن أنا أكتب قانون واحد يجمع كل المعطيات اللي عندي في المسودة. بعد كده هنروح معدلين القانون علشان يلائم الكمية الفيزيائية المطلوبة. زي ما قلت مثلا ان هو لو قال لي الفي تساوي اي في ار، هو عايز مثلا الاي، فانا بعدل الاول بكتب اي تساوي في على ار. وبعد كده اخر خطوة خالص، وهي خطوة التعويض المباشر في القانون، وان انا اكتب بعد كده الناتج، وما تنساش الوحدة بتاعة الناتج في الاخر.
طيب ده كلام نظري جميل جدا، تعالى بقى ندي له امثله ونشوف ازاي يقدر يسالني في القوانين. هنا عندنا اهو مساله بسيطه خالص خالص خالص، بيقول لي احسب شده التيار الناتج عن مرور كذا الكترون. ثواني بس اكتب لك بالظبط الرقم بتاع الالكترونات. رقم الالكترونات هو 1.25 في 10 أس سالب أس موجب 20. ده عدد الالكترونات الناتجة في زمن قدره 5 ثواني. طيب تعالى بقى نطبق اللي احنا اتكلمنا عليه. بص يا زعيم، اول حاجه هتكتبها هتقول لي شده التيار. اول لما بنشوف اي كلمه بالعربي بنحولها للرمز على طول، في شده التيار هتبقى اي. كذا الكترون، كذا الكترون ده اللي هو الان، اللي عدد الالكترونات، زمن قدره زمن اللي هو التي. يبقى انا كده اول حاجه عملتها ان انا كتبت الوحدات بالرموز، يبقى دي اول خطوه. تمام، ان احنا كتبنا الرموز الفيزيائيه بتاعتنا. تاني خطوه وهي ان انا بحول للوحدات الدوليه. هل انت شايف حاجه ما فيهاش وحدات دوليه؟ عدد الالكترونات، العدد هو العدد، ما قاليش ولا ملي ولا مايكرو ولا سنتي، فتمام. الزمن قال لي 5 ثواني، هي دي الوحده فعلا الدوليه للزمن، هي بالثواني، ولا قال لي ملي ولا قال لي مايكرو ولا قال لي الكلام ده كله. فاذا الخطوه الثانيه اتاكدنا منها وعملناها. ثالث خطوه بقى وهي اهم خطوه زي ما بقول لك كده، المسوده اهو، نعملها بالشكل ده. انا معلش بحب اخليها باللون الاسود علشان بس ايه، نقطه نظام كده شويه عن الحل اهو. المسوده بتاعتنا تمام. بعد كده هنكتب في المسودة المعطيات اللي هو اداها لي. فهو مثلا الاي تساوي، انا ما عنديش الاي، اكتب علامة استفهام واكتب امبير. قال ان عدد الالكترونات هيساوي 1.25 في 10 أس 20. تمام. بعد كده نكتب التي او الزمن بيساوي 5 ثانية. وشحنة الالكترون طبعا دي حاجة محفوظة المفروض من الثوابت، 1.6 في 10 أس سالب 19. تمام، انا كده كتبت المسوده، ودي تالت خطوه. رابع خطوه ان انا اكتب القانون بتاعي. طيب بما اني كتبت دي خلاص في المسوده، فانا مش محتاجها دلوقتي في المعطيات. ايه القانون اللي بيجمع لي كل المعطيات دي؟ الاي، الان، التي، الاي. في قانون كان بيقول لك ان الاي تساوي الان في الاي على التي. هو ده القانون اللي احنا هنستخدمه النهارده. طيب هل انا محتاج ان انا اشقلب القانون، ولا الاي اللي هي المجهوله عندي هي دي؟ الاي هي اللي مجهوله عندي، فاذا انا بعوض على طول، وهي دي الخطوه الاخيره. الان 1.25 في 10 اس 20 في 1.6 في 10 اس سالب 19 على الزمن اللي هو قدره 5 ثواني هتساوي الكميه الفيزيائيه اللي هتطلع لي، او القيمه اللي هتطلع لي. لازم اكتب بعد كده ان هي تساوي نقط امبير. وهو ده ببساطه طريقه الحل. تاني خطوات بسرعه سريعا كده في مساله تاني، تعالوا نشوفها سوا اهو. اهي المسألة، بيقول لي احسب الطاقة اللازمة. طيب نشوف بعد كده، نجيب الأقلام بتاعتنا اهو. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي احسب الطاقة اللازمة. طبعا احنا عارفين ان رمز الطاقة هي ال W، فنكتب الرمز لنقل كمية من الكهربية، كمية Q كولوم، بين نقطتين فرق الجهد بينهما، يبقى نكتب عندي V. بعد كده هنشوف الوحدات، إذا كان في أي وحدات دولية هنحولها أو لأ أهو. ده اللي أنا بتكلم فيه، 700 ملي كولوم. هنا الفولت تمام، والطاقة طبعا هتبقى بالجول، بس كده كده دي معطى يعني مطلوبة عندي، فأنا مش محتاج إن أنا أدور على الكمية الفيزيائية بتاعتها. بعد كده أكتب المسودة بتاعتي. تمام، زي ما قلنا معلش نخليها بالأسود أهو بالشكل ده كده. بعد كده بعد ما كتبت المسودة أروح كاتب اللي فوق عندي، هو عايز الطاقة أو عايز الدبليو. فأكتب عندي كده هنا إن الدبليو بتساوي علامة استفهام، ونكتب الوحدة بتاعتها اللي هي بالجول. بعد كده نروح كاتبين الكيو بتساوي، هو مديني 700 ملي كولوم، فإحنا عارفين إن إحنا علشان نحول من ملي إلى الوحدة الأساسية بضرب في 10 أس سالب 3 كولوم. بعد كده أروح كاتب الفرق الجهد اللي هو الفي بتساوي 220 فولت. انا كده كتبت المسوده بتاعتي، وكتبت المعطيات، وكتبت المطلوب. اشوف بعد كده انهي قانون اللي يقدر يجمع لي الثلاث كميات دول. انا عندي قانون كان في الباب الاول بيقول لي الاتي، بيقول لي ال W بتساوي ال Q ضرب ال V. طيب هل انا محتاج ان انا اعدل واحور في القانون؟ لا، هو طالب ال W وادي ال W هنا، فهعوض تعويض مباشر ويبقى المساله بتاعتي خلصت كده. تعالوا نعوض سوا. ال Q بتساوي 700 الكيو هتساوي 700 في 10 أس سالب 3 في 220 فولت، هتساوي 1540 جول
وهو المطلوب. ما تنساش الوحدة، ما تنساش القيمة في الآخر، ويبقى أنا كده كمان حليت المسألة دي. تمام. وخدنا فكرة إن يبقى فيه ملي ونحول من الملي إلى الوحدة الأساسية. هو جايب المسألة دي مثلا علشان يشوف فك هتاخد بالك من كلمة ملي كولوم ولا لا. طب تعالى نشوف فكرة تاني. فكرة تانية من كتاب الامتحان سوا. ادينا هنشوف الحل بتاعها ازاي. زي ما احنا متعودين هنكتب الوحدات في الاول خالص بالانجليزي يعني او بالرموز. مرة تيار كهربي شدته يبقى نكتب اي. 5 امبير، هل محتاجة تحويل؟ لا، في موصل في هذا يعني ان كمية الشحنة الكهربية كمية شحنة كيو المرة عبر مقطع هذا الموصل خلال ثانيتين اللي هي تي. هل في اي تحويل؟ مفيش اي تحويل. يبقى نخش على الخطوة رقم 3 على طول دايركت، وهي المسود. اهو هنروح حاطين كده المسودة بتاعتنا. بعد ما حطينا المسودة هنروح كاتبين الكميات اللي عندنا، ان الاي بتساوي 5 امبير، ان التي اللي هو الزمن بيساوي 2 سكند، وهو عايز الكيو بتساوي علامة استفهام كولوم سي اهو. بعد كده هنكتب القانون بتاعنا اللي هي الاي بتساوي الكيو على التي. طيب انا عايز الكيو، يبقى احول القانون. الكيو بتساوي الاي ضرب التي، يبقى هتساوي 2 في 5، يعني هتطلع الإجابة ب10، وهي الإجابة ج، هي الإجابة اللي صح بكل بساطة. وهنا بيقيس زي ما قلنا مهارة حفظك للقانون، وإزاي تقدر تطبق القانون ده في الحل بتاعك. آخر مسألة معانا في الفيديو ده علشان ما أطولش عليكم. المسألة دي مركبة شوية، فيها اتجاه اصطلاحي، واتجاه اصطلاحي ده نوع من أنواع المسائل اللي اتفقنا عليه في الفترة اللي فاتت، وهو المسائل اللي معتمدة على النظري، أو المسائل اللي فيها بيختبر مذاكرتك للدرس وفهمك للدرس بعيد عن المسائل خالص. فتعالى نقرا المسألة. ثانية بس كده انزل لك المسألة. ايوه تمام يا بطل، مركز معايا ولا لا؟ ان شاء الله تكون مركز معايا. هنبدأ سوا بان احنا نكتب في الشكل المقابل موصل تمر شحنة كهربية اهو. الشحنة الكهربية اللي هي كيو مقدارها 2 مايكرو كولوم. مايكرو يبقى احنا هنحول عبر مقطع اكس من خلال 4 ملي سكند، يبقى دي ستي اللي هو الزمن، وملي سكند يعني هنحول الملي. فإن شدة التيار اللي هي يبقى هنا هو عايز مني نكتب المسودة بتاعتنا. بعد ما رحنا للمسودة هنقول عندنا إن كيو بتساوي 2 المايكرو علشان نحوله يبقى في 10 أس سالب 6 كولوم. تحت بعد كده هنروح قايلين عبر مقطع من موصل الزمن تي بتساوي 4 ملي ثانية. 4 الملي في 10 أس سالب 3 سكند. تمام. بعد كده هو عايز الاي بتساوي كام امبير، فنكتب القانون بتاعنا اللي بيجمع لنا كل الكميات الفيزيائيه دي. الاي تساوي كيو على تي. يبقى اذا هنساوي، بما ان الحمد لله ان الاي هنا هي المطلوبه، فمش هنقلب المساله او حاجه ونقلب القانون. فهنقول ان الكيو بتساوي 2 في 10 اس سالب 6 على 4 في 10 اس سالب 3 هتساوي نص ثانيه، عشان بس هنا في تركايه شويه. هتساوي نص في 10 أس سالب 3 أمبير. طيب هو بيقول لي تحت ملي أمبير، هل معنى كده إن أنا ما أحولش هنا وأعوض على طول بالملي اللي فوق؟ لا، لازم أحول وبعد كده أعوض. وبعد كده هو 10 أس سالب 3 دي إحنا عارفين إن هي ملي، وكل أساسا الإجابات بالملي، فإذا الإجابة بتاعتي هتبقى نص ملي أمبير. طب الاتجاه من إكس لواي ولا من واي لإكس؟ طب هو مديني نص ومديني نص. حلو قوي. تعالى بقى، المفروض إن دي هتبقى برانة شوية، ولكن تعالوا بالمرة نحلها علشان نقدر ان احنا يبقى خلصنا السؤال ده. الحل هنا ببساطه شديده جدا هنقول ادي الشحنات السالبه. السالبه دي يعني الالكترونات، بيقول لك الالكترونات بتمر من هنا لهنا. احنا عارفين ان الاتجاه التقليدي او الاتجاه الاصطلاحي هو عكس حركه الالكترونات من الموجب للسالب. طيب الالكترونات بتتحرك من السالب للموجب، يعني هنا ده السالب وهنا الموجب. بما ان حركه الالكترونات من اكس لواي، يعني ده الاتجاه الفعلي. طيب ايه هو الاتجاه الاصطلاحي عكس الاتجاه الفعلي؟ فيبقى الاتجاه من واي الى اكس، والاجابه هتبقى رقم د. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، وعرفنا يعني ايه تعويض مباشر وهي المسائل، ويعني ايه لو عندي قانون واحد بس ازاي يختبرني فيه، واخدنا امثله على ده. عرفنا ان الموضوع ممكن يبقى فيه الكميات الفيزيائيه، ازاي ان انا احولها من وحده فرعيه الى وحده رئيسيه او دوريه. عرفنا ان هو ممكن يدمج لي السؤال ده في سؤال تاني. عرفنا ان هو ممكن يخليني العب بمعرفتي للقانون، معرفتي للتعريف، كل ده في مسائل التعويض المباشر. ان شاء الله هنقدر ان احنا فيديوهات قدام هناخد مثلا مسائل التعويض المباشر في الباب الاول كله على كل درس،
مسائل التعويض المباشر الباب الثاني، الباب الثالث، الرابع، وهكذا لغايه لما نخلص كل مسائل التعويض المباشر في المنهج. ويبقى انت كده عرفت اي مساله تعويض مباشر ان شاء الله هتجيلك في الامتحان هتقدر انك تحلها صح 100% وتاخد درجاتها. ده اللي يهمنا، ان احنا ان شاء الله نحل الامتحانات كويس قوي، نوصل في اخر الامتحان احنا متاكدين من كل طرق الحل بتاعتنا، وان احنا خلاص عارفين يعني ايه تعويض مباشر، حلينا المساله بتاعته اللي في الامتحان واخدنا درجتها، يعني ايه مجهولين، يعني ايه مقارنات، ايه اسئله الرسم البياني، تاخد الدرجه بتاعت السؤال بتاعك وتجري. هو ده اللي مطلوب منك في امتحان اخر السنه. كنت معاكم دكتور فادي جمال. ان شاء الله اعتبروني بس كاخ كبير ليكم، بحاول ان انا اديكم ملاحظات و طرق حل نفعتني انا ونفعت كمان اخويا في النظام الجديد، فحبيت ان انا اشاركها معاكم علشان الفايده تعم، وكلنا نبقى ان شاء الله نوصل لهدفنا وتوصلوا لهدفكم ان شاء الله. واللي حابب منكم يبقى دكتور، اللي حابب يبقى مهندس، اللي حابب يبقى اللي هو عايزه ان شاء الله يوصل له يحقق حلمه. لو عجبكم الفيديو شيروه مع اصحابكم، لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وشير وكومنت وكمان سبسكرايب. ولو عايزين انواع معينه من المسائل او فيديوهات بصوره مكثفه قولوا لي، وانا ان شاء الله هكون معاكم خلال الفتره اللي جايه. شكرا لكم خالص، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.